16 أكاديمية متطورة تضم مواهب حقيقية. كيف سينجح المغرب في السيطرة على كرة القدم الإفريقية لعقود؟ حصدت كرة القدم المغربية ثمار خطة تطوير شاملة واستثنائية تسببت في غضون أعوام قليلة في نقل المنتخبات والأندية المحلية إلى مستوى الصفوة وتربعهم على القمة. مجهود عمل لسنوات لم يعلن أمام الجماهير، وأفكار رجال في الظل كانوا وراء النجاحات المتعاقبة. وفي هذا الفيديو سوف نزيل ستار عما تخطط له المغرب للهيمنة على الكرة الإفريقية لعقود، ونوضح لكم العوامل سوف تؤدي إلى نجاح هذه الخطة. لأول مرة في عام 2022 تواجه ناديان مغربيان في مباراة السوبر الإفريقي بعد فوز الوداد بدوري الأبطال إفريقيا ونهضة بركان بالكونفدرالية الإفريقية. ثم تمكن المنتخب المغربي للمرة الثانية تواليا من التأهل لبطولة كأس العالم وتحقيق أكبر إنجاز عربي وإفريقي عبر التاريخ. قبلها استطاع المنتخب المحليين المغربي الفوز بنسختين الأخيرتين لبطولة الشان. حتى على صعيد كرة القدم داخل الصالات وصل المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة، وحصد أسود الأطلس كأس إفريقيا وكأس العرب للكرة داخل الصالات. والإنجازات والتطور طال كرة القدم النسائية، وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم النسائية. فما السر إذن؟ وما الذي أدى إلى كل هذه الطفرة؟ وكيف سيكون كل ما حصل مجرد بداية؟ الخطة المغربية التي تم وضعها من قبل رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع منذ سنوات كانت تنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى تختص بالبنيات التحتية وإنشاء مرافق على أعلى مستوى من أكاديميات وملاعب ومنشآت تابعة للاتحاد المغربي. تساهم في جمع أكبر عدد ممكن من المواهب من 12 مدينة ومنطقة من المغرب. أما المرحلة الثانية فتعلقت بانتقاء المواهب أنفسهم، وتم إسناد تلك المهمة لمتخصصين لهم رؤيتهم الثاقبة، وبالفعل جابوا المملكة شمالا وجنوبا إلى أن وصلوا للمواهب تستحق بالفعل أن يتم تطويرها. وهنا بدأت المرحلة الثالثة بتعيين كفاءات في كافة القطاعات لإدارة تلك المرافق، وانتقاء أفضل الخبرات من المدربين وإداريين لتطوير المواهب والعمل معهم بشكل يومي من أجل تأهيلهم للمستقبل وخدمة كرة القدم المغربية. ويعود الفضل في تنفيذ خطة فوزي لقجع للسكرتير العام للاتحاد الأفريقي السابق معاذ حجي، أحد رجال الظل الذي تولى مهمة ملف إدارة وتطوير كرة القدم المغربية. وبالفعل عمل رفقة فريقه على وضع برنامجا شاملا لتطوير المواهب والسير عليه، تضمن تحسين رواتب اللاعبين الشبان ووضع حد أدنى يصل إلى $500 لكل لاعب وموهبة. ومن المنتظر في عام 2025 أن يزيد عدد الأكاديميات إلى 16 أكاديمية تندرج تحت راية أكاديمية محمد السادس، وهو ما يبشر مستقبل أحسن نجاحا وبريقا لأسود الأطلس في ملاعب كرة القدم.